إذا عدنا إلى تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فإن عملية الهدم سهلة جدا، إلا أن البناء هو الشيء الصعب الذي نحاول أن نقوم به لكسب جزائر جديدة متينة وقوية يساعد فيها كل فرد من هذا الشعب الجزائري. نقول هذا بسبب ما حدث اليوم بحي 110 مسكن البيع ببلقايد، وبالضبط مقابل مسجد ما شاء الله. فبدون إشعار مسبق توجهت صبيحة اليوم السلطات المحلية لبئر الجير مرفوقة بجرافات لهدم بعض اللافتات والأرصفة التي قام أصحاب المحلات بتهيئتها وتجميلها وغرس بعض أشجار الزينة لجعل هذا الشارع من بين أجمل وأحسن الشوارع ببلدية بئر الجير. وبعد أن حاولوا الاستفسار رافضين ما يحدث، تحصلوا على إشعار لهدم كل الأرصفة في مدة لا تتعدى 24 ساعة، أي اليوم 22 نوفمبر 2023 على الساعة 12 زوالا. ولم يجدوا أصحاب هذه المحلات إلا هذا الفيديو القصير للاستغاثة بعد أن أغلقت أمامهم كل الأبواب، وهم لحد الآن متعجبين من هذا القرار الذي يرون أنه في غير محله. فلم تصل أي شكوى من أي طرف كان بخصوص هذه الأرصفة التي لا تزعج أحد، بل بالعكس، بل اعتبروا أن الشارع أصبح أكثر جمالا. وما عليكم سوى الحكم بعد أن تروا كيف كان قبل أن يرمم من طرف أصحاب هذه المحلات.